مرحبا حبايب، ان شاء الله كله بألف خير. وياكم علي. طبعا اليوم وصفتنا بس عصير البطيخ، ماكو احد ما يعرفه، بس راح اسوي لكم اياه اليوم على طريقتي. المقادير عندنا اللي هو نص بطيخة وثلاث ملاعق حليب باودر. انا افضل الحليب النيدو لان طعمه اطيب من اي حليب باودر اخر. وعندنا 5 كيلات شكر. طبعا انا البطيخة مالتي لانه بطيخ دياله هو افضل نوع من بطيخ، يكون البطيخة مالته حلوة، فما احتاج احط شكر هواي، فحطيت فقط 5 كيلات. اذا بطيخة مالتكم مو حلوة تقدرون تحطون فد 7 كيلات او 10 كيلات. هنا عندنا نص كوب مي، استخدمت بالاكواب القياسية. اني راح استخدم المي فقط على مود تتحرك البطيخة من احطها بالخلاط. طبعا عندنا 3 قوالب ثلج، اللي هو كاسات، 3 كاسات ثلج. طبعا اذا تردون تعرفون مالتكم الخلاط يكسر ثلج او لا، السنون مالته تكون هيجي بسنونات، فتعرفون انه مالتكم الخلاط يكسر ثلج، وتأمنون انه تحطون الثلج بدون ما يصير خلل بالخلاط. خل احط المكونات بالخلاط وارجع لكم. حبايب حطيت المكونات في الخلاط ولين احمر. خلاص المكونات وارجع لكم. يا حبايب راح ابدا اضيف الثلج شوية شوية، واضيف باقي الثلج وارجع لكم. طبعا حبايب هنا صار عندنا العصير جاهز، احطه بالقلاص وارجع لكم. هاي حبايب شكل النهائي. اتمنى ان عجبتكم الوصفة. لا تنسونا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.